المفروض انه بيحسن القولون العصبي لانك بتبعد عن الاكل لساعات طويلة، وروحانيات رمضان كمان بتحسن الحالة النفسية المرتبطة دايما بصحة القولون. لكن لو بعد الفطار برضو بتعاني من نفس الأعراض يبقى كمل معايا لنهاية الفيديو عشان تعرف تعمل ايه. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. لو بتعاني من أعراض القولون العصبي في رمضان 10 حاجات هيساعدوك. أول حاجة تفطر على تمر مع مية فترة مش باردة ولا عصير بارد. تاني حاجة تقسم وجبة الفطار وتبدأ بالشوربة الدافية وما ناكلش كل الأكل مرة واحدة. وننظم مواعيد دخول التويليت حتى لو ما كنتش عايز، لأن ده هينشط حركة الأمعاء. تالت حاجة ناكل ببطء ونقفل بقنا واحنا بناكل ونمضغ الأكل كويس، ما تستعجلش. رابع حاجة زود كمية الألياف اللي في الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة وابتعد عن الأنواع اللي بتسبب لك الغازات. خامس حاجة بلاش مقليات تماما لأن الدهون العالية هتسبب لك انتفاخات وتقلصات. سادس حاجة اشرب مشروبات دافية مهدئة للمعدة زي النعناع أو اليانسون أو البابونج، وبلاش المشروبات الغازية ولا مشروبات رمضان عالية السكريات. سابع حاجة هنشرب المية بكميات صغيرة متقسمة خلال ساعات الإفطار عشان ما تضغطش على معدتك لو شربت كل المية مرة واحدة. تامن حاجة هنقلل من الحلويات وخاصة الحلويات الجاهزة لأنها معمولة من سكر الفركتوز اللي بيسبب الانتفاخات. تاسع حاجة هنبتعد عن البقول أو على الأقل تتنقع فترة كافية أو تكون مقشورة. ما تنساش الزبادي الغني بالبروبايوتيك في السحور. عاشر حاجة حاول تنام عدد ساعات كافية مش بعد الأكل مباشرة. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير للفيديو، ولو عندكم أي أسئلة اكتبولي في التعليقات.